أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة وصفتنا مميزة جدا لأنها من غير أي نوع دقيق، ومناسبة قوي للي عاملين كيتو دايت ومرضى السكر وحساسية الجلوتين، وفي نفس الوقت سريعة في تحضيرها وطعمها حلو قوي. هنحتاج 4 بيضات بحرارة الغرفة، وسكر ستيفيا وفانيليا وخل، ونضربهم كويس مع بعض. هتلاقوا كل المقادير والمكونات تحت في الديسكريبشن. هنضيف عليهم زبادي وجوز هند مبشور ناعم وبيكنج باودر، ونضرب تاني لغاية ما نتأكد ان كل المكونات اختلطت كويس مع بعض. ودلوقتي هنجيب صينية من النوع اللي بيتفتح مقاس 20 سنتي مفروشة بورق زبدة، وندهن الجوانب كويس بالزبدة ونصب الخليط فيها، وندخلها في فرن متسخن من قبل كده على 180 لمدة 20 ل 25 دقيقة في الرف المتوسط. وعلى ما تستوي هنحضر التوبينج. هنحتاج زبادي أو جبنة كريمي وزبدة فول سوداني وسكر ستيفيا وقرفة، ونضربهم كويس مع بعض. ودلوقتي بعد ما الكيكة استوت واتأكدنا انها استوت من جوه كويس، نسيبها لغاية ما تبرد خالص، وبعدين نطلعها من الصينية ونفرد التوبينج بتاعنا عليها ونزينها برشة قرفة. وبس خلاص عملنا أحلى كيكة من غير أي نوع دقيق وبسعرات حرارية قليلة جدا، مناسبة للي عايز يخس أو اللي عامل كيتو دايت أو مريض السكر. ياريت تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتس. ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة. وبالهنا والشفا.